بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتكلم على التحكيم برضو. في احصائيه غريبه جدا. 8 ماتشات الاخيره للاهلي، هو مش غريبه الحقيقه، احنا متعودين يعني، بس برضو لازم نتكلم عنها. امين عمر حكم 3 ماتشات للاهلي في ال8 ماتشات الاخيره. امين عمر حكم ماتش المصري، وحكم الماتش اللي فات بتاع الجونه، وفي علامات استفهام. ماتش المصري اتحسب ضربه جزاء في اخر 10 دقائق للاهلي، وزيز ضيع ضربه الجزاء لكنه اتحسب له ضربه جزاء. وماتش الجونه فيه 3 ضربات جزاء على الاهلي ما اتحسبوش. الحقيقه امين عمر يبقى علامه استفهام، والتحكيم في مصر علامه استفهام. بقى معروف بالضروره في الدوري المصري، من المعلوم بالضروره في الدوري المصري التحكيم. يا جماعه لازم نشوف حل، يعني ما نشوف العالم بره بيعمل ايه. يعني ايه فرق تبقى عايزه الحكم ده وفرق تبقى مش عايزه الحكم ده؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ليه ما يبقاش في قرعه؟ لو احنا مثلا عندنا 10 او 15 حكم، لا يبقى في قرعه. الفرق ما فيش حاجه اسمها عاجبني الحكم ده ومش عاجبني الحكم ده، ويتم انه الفرق تلعب بحكام مختلفه طول الموسم. ما ينفعش النهارده حكم شهدي والحكم امين عمر محكمين 8 ماتشات للاهلي. يعني ازاي حكمين يحكموا 8 ماتشات لفرقه واحده؟ يعني مش فاهم. طب ما تعمل قرعه ويبقى ال8 ماتشات دول ب8 حكام مختلفه، يا عم ب6 حكام مختلفه. طبيعي في الدنيا كلها نعمل الطبيعي، نعمل الطبيعي ونعمل اللي احنا عايزينه. ما في النهايه يعني الحكام كده كده بتوعنا يعني، لكنه بالشكل ده الفج ده يبقى واضح قوي كده كتير بصراحه. في الاخر الميديا بتاعت الاهلي تقول بيراميدز بيتجامل والزمالك بيتجامل. طب امال الوضع بتاعكم انتوا ايه؟ انا رايي انه التحكيم سيء في مصر، لكن اكتر فرقه بتتجامل الاهلي. الاهلي بيختار الحكم اللي يحكم، بيقول انا عايز امين عمر، فامين عمر يحكم 3 4 ماتشات، بيحكم بالخمس 6 ماتشات في الموسم. يعني ايه الكلام ده؟ عشان انا عاجبني امين عمر. طب انا 5 6 ماتشات دول ب 18 نقطه، الحكم عاجبني وكلام الناس هيشتم، انت وحشني وكلام الناس هيشتم. طب يعني ايه 18 نقطه؟ طب احنا بنتكلم في منافسه ايه بعد كده؟ مفيش منافسه كده بقى. يتعمل قرعه للحكام، ده المفروض الاتحاد الكوره يعمله. بشوف انه من غير ما يبقى فيه منافسه شريفه، ومن غير ما يبقى فيه الحقيقه سقف للصرف المالي للكوره، مفيش حل، ومش هنشوف دوري كويس، ومش هنشوف كوره في مصر كويسه. ده رايي الشخصي. شكرا جدا لكم.